السؤال بيطرح نفسه، هل محمد صلاح قادر إن هو يفوز بالكرة الذهبية السنة دي؟ محمد صلاح لسه عنده أمل إن هو يفوز بالكرة الذهبية. طيب إيه الفرص اللي موجودة عند محمد صلاح تخلّيه يقدر ينافس على الكرة الذهبية؟ خلّينا متفقين إن الكرة الذهبية السنة دي مش هتخرج برّه ال3 أسماء دول، رافينيا أو عثمان ديمبلي أو محمد صلاح. طب إحنا ليه بنحط محمد صلاح في الأسماء دي، رغم إن محمد صلاح السنة دي ما كسبش غير الدوري الإنجليزي، وحتى في دوري الأبطال هو ما صعدش غير دور ال16. طيب محمد صلاح هو أحسن أداء فردي خلال الموسم، هو أكتر مساهمة تهديفية في الدوريات ال5 الكبرى كلها. الراجل في الدوري الإنجليزي هو أحسن هداف وأحسن صانع بمساهمة تهديفية تقريبًا معدية ل47 جون وأسيست. ومحمد صلاح هو شايل ليفربول، يعني أنت لو شِلت ليفربول من محمد صلاح، ليفربول ممكن يفنش الموسم بتاعه في منتصف الجدول. طيب بالنسبة لعثمان ديمبلي، هو عثمان ديمبلي كبطولات لأ طبعًا، الراجل واخد البطولات المحلية كلّها، وكسبان كمان دوري الأبطال، وواصل للنهائي بتاع كأس العالم للأندية، ومأدّي الصراحة موسم كبير جدًا يعني. ورافينيا برضه مع برشلونة مقدّم موسم كويس، يعني هو بس ماتش الإنتر خلص ده وخرّج برشلونة من البطولة، ده خرّج رافينيا شوية من حتّة الجزئية بتاعة البطولات، لكن برشلونة برضه واخد دوري أسباني يعني. طيب إيه الفرق بقى ما بين محمد صلاح واللعيبة اللي إحنا ذكرناها؟ محمد صلاح حرفيًا هو اللي شايل ليفربول، فلو الجايزة دي هتتاخد على مين اللاعب اللي كان شايل فريقه أو هو اللي مساهم بنسبة كبيرة في فوز فريقه ببطولة، فمحمد صلاح هياخدها بشكل رسمي، لإن محمد صلاح حرفيًا هو اللي كان شايل ليفربول. طيب لو بصينا للناحية التانية مثلًا عثمان ديمبلي، عثمان ديمبلي لاعب جيد جدًا، ولكن باريس سان جيرمان هي اللي كانت شايلاه. اللاعب والفريق والمدرب بشكل عام هم اللي كانوا عاملين يعني اللي بيبُص على باريس سان جيرمان هو فريق جماعي، فريق منظم، بيقدر يخلق خطورة، بيحاول يحافظ على الدفاع بتاعه، ففريق بصراحة هو أحسن فريق في أوروبا في الوقت الحالي أو أحسن فريق في العالم في الوقت الحالي، حتى لو اتغلب من تشيلسي في النهائي، بس هيظل إن هو السنة دي هو أحسن فريق في العالم. فعثمان ديمبلي اللي فارق معاه إن هو موجود السنة دي في باريس، وباريس تقريبًا هو الprime بتاعها في الفترة دي. أمّا لو بصينا للناحية التانية، فمحمد صلاح حرفيًا الراجل كان شايل ليفربول، شايلها حرفيًا. أسيستات هو اللي بيعملها، أهداف هو اللي بيعملها، يعتبر القائد الحقيقي للفريق مع فان دايك في الملعب. فلو الصحفيين هيبصوا للموضوع من منطلق البطولات، فأعتقد إن الموضوع هيبقى محسوم لعثمان ديمبلي. لكن لو الموضوع هيتبص له من ناحية الأداء الفردي والأداء المؤثر للفرقة، يعني اللاعب اللي هو شايل الفريق نفسه، هيبقى محمد صلاح اللي هيكسبها. وأتوقع إن شاء الله إن ممكن نتفاجئ كلنا إن محمد صلاح يفوز بالجايزة إن شاء الله.